فيلمنا بيبدأ وبنشوف سندريلا مع الأمير بعد ما اتجوزوا ورجعوا من شهر العسل، وسندريلا بتكون متحمسة لكنها خايفة في نفس الوقت من حياتها الجديدة في القصر الملكي، وخصوصا إنها لسه ما عندهاش خبرة في التعامل مع الأمور الملكية. والأمير بيطمنها وبيقول لها إنها هتتعود وهتقدر تتأقلم مع أي تحديات أو صعوبات ممكن تقابلها. ومن الناحية التانية بنروح للقصر الملكي وبنعرف إن جاد وجوز وباقي الفيران أصحاب سندريلا عايشين في القصر، وفي الوقت ده رئيسة الخدم والوزير بيبلغوا الملك ان الامير وسندريلا رجعوا من شهر العسل، ويبلغهم الملك ان سندريلا لسه ما تعرفش اي حاجة عن ادارة القصر، وده هيكون صعب بالنسبة له، وان سندريلا لازم تتعلم كل حاجة علشان تعرف تبقى اميرة. وبيختار رئيسة الخدم بصيرة تكون المسؤولة عن تعليمها كل تفاصيل القصر، وبيعلن الملك ان الحفل الملكي هيكون تحت مسؤولية سندريلا، وده بيفاجئ رئيسة الخدم. بتوصل سندريلا والأمير للقصر والملك بيستقبلهم، لكنه بيطلب من الأمير يسافر معاه ويسيب سندريلا علشان تنظم الحفل الملكي اللي باقي عليه يومين. لحظتها الأمير بيحاول يقنع الملك إنه ما يسيبش سندريلا لوحدها، وبيقوله إزاي هتقدر تستعد وهي عمرها ما كانت أميرة. لكن في نفس الوقت الملك بيرفض كلام الأمير وبيقول لازم نسافر في أمور رسمية ملكية لازم نخلصها. وقتها الدوق بيتدخل وبيقول للملك إن تنظيم الحفل الملكي هيكون صعب على الأميرة الجديدة، لكن الملك بيقول لهم ده كلام فارغ، بصيرة هتساعدها وسندريلا هي اللي هتنظم الحفلة، وواجب عليا اني استحمل لو حصل اي غلطة. بعدها الامير بيودع سندريلا وبيقول لها انه واثق انها هتفاجئهم بحفلة هايلة، فبترد عليه وبتقوله ان هي هتحاول تتصرف، وبيمشي الامير مع الملك. ولما سندريلا بتدخل القصر بتبقى باين عليها الخوف وتوتر، لكن بتطمن لما بتشوف اصحابها الفيران جاد وجوز موجودين في القصر الملكي، وكمان الكلب برونو، وبيسلموا عليها. وقتها جاد لما بيشوف سندريلا خايفة بيطمنها وبيقول لها انها ما تقلقش، فبتقول له سندريلا عندنا بكرة شغل كتير علشان الحفلة، فبيرد عليها جاد وبيقول لها ان هما مستعدين. وتاني يوم الصبح بتدخل بصيرة غرفة سندريلا علشان تصحيها، لكن بتتفاجئ ان اللي نايم على السرير هو برونو مش سندريلا. وقتها بتكون سندريلا في المطبخ بتحضر الفطار بنفسها، ولما بصيرة بتدخل المطبخ علشان تدور على سندريلا اول ما بتشوفها ما بتعرفهاش، والسبب لبس سندريلا البسيط جدا، وده بيضايق بصيرة، فبتقول لها ايه الهدوم البشعة دي، وبتقول لها لازم تخرج من المطبخ لان ده مش من الاصول ان الاميرة تحضر الاكل بنفسها، وبتعرفها على وصفتها الجديدة بديعة ومعاها ألفت. ووقتها بتطلب منها انها تخرج من المطبخ فورا ان مفيش وقت يضيعوه، وتوضح ليها ان الملك وصاها انها تعلمها ازاي تبقى اميرة حقيقية في القصر الملكي. ساعتها بتستغرب سندريلا من اللي بيحصل، لكن بتحاول تتأقلم مع الوضع الجديد، وبتقول لبصيرة انها تتعلم بسرعة. وبصيرة بتاخدها على اوضتها، والوصفات بيلبسوا سندريلا بفستان مخصوص للاميرات، لكن سندريلا بتكون مش مرتاحة في اللبس ده، وبتطلب من بصيرة انها تلبس فستان من عندها يكون مريح اكتر. وقتها بصيرة بترفض وبتقول لها ده مش من الاصول، وان لازم الاميرة تلبس بالطريقة اللي تليق بمقامها الملكي. وسندريلا بتوافق بصعوبة رغم انها مش مرتاحة لشكلها الجديد. ولما بتخرج من الأوضة بتلاحظ إن الستاير مقفولة ومفيش أي ضوء شمس داخل القصر، فبتحاول تفتح الستاير لكن بصيرة بتمنعها فورا، وبتقول لها إن ده كمان مش من الأصول. وبصيرة بتكمل تعليم سندريلا وبتاخدها في جولة في القصر علشان تعرفها على كل التفاصيل. ولما بيوصلوا لسفرة العشاء بصيرة بتشرح ليها مكان كل واحد على السفرة، وخصوصا اللي بيقعد جنب الملك، وبيوروها كمان قائمة أصناف الأكل اللي هتتقدم في الحفل. بتقول لها ان الضيوف على العشاء هيكون عندهم فخدة مشوية مع بطاطس بيوريه، لكن سندريلا بتتفاجئ لما بتعرف ان الحلو هيكون برقوق مطبوخ، وان ده بيكون اكلة الملك المفضلة. واثناء ما كانت بصيرة بتكمل تعليم سندريلا اصول القصر، سندريلا فجأة بتلمح من بعيد اصحابها اللي جم مخصوص علشان يشوفوها ويسلموا عليها، وبتروح بسرعة وبتطلب من الحراس انهم يفتحوا البوابة. لكن قبل ما الحراس يتحركوا بصيرة بتتدخل وبتقول البوابة دي بتتفتح للضيوف الكبار بس. اصحاب سندريلا بيضطروا ان هم يمشوا وهي بتقف في مكانها حزينة جدا وحاسة ان كل حاجة بتبعد عنها حتى اصحابها اللي بيحبوها. ولما بيعلموا سندريلا ازاي ترقص في الحفل الملكي بعظمة ورشاقة لانها رقصة الملك المفضلة، ده بيسألوا سندريلا في تنظيم الحفلة لانها هي المسؤولة. وفجأة بيسألوها اسئلة كتيرة، نفرش ابيض ولا سمني، ذهبي ولا فضي، سمك ولا
ولا لحمة، ولما بتحاول ترد بتتلخبط وبتقع قدام الخدم. لكن سندريلا بتقوم بسرعة والدموع باينة في عينيها، وبتسيب الكل وبتجري وهي حزينة ومش قادرة تستوعب اللي بيحصل، وبتعيط وهي حاسة ان الامور خرجت عن سيطرتها. فبيروح وراها اصحابها الفيران علشان يواسوها، وهي بتقول لهم انها فشلت تماما بانها تكون اميرة، وانها مش عارفة تعمل اي حاجة صح. وبتبص على نفسها في المراية وهي حزينة، وبتقول ان شكلها اتغير تماما وان في حاجة غلط. وقتها بتفهم ان المشكلة مش فيها هي، في عادات القصر ونظام القصر الصارم. وقتها بتقرر انها هتتمرد على قواعد دي، وبسرعة بتغير هدومها وبتلبس لبسها القديم المريح، وبتفك شعرها علشان ترجع لنفسها الحقيقية. وبتقول سندريلا انا هنجح في الحفلة بطبيعتي. وفعلا بتبدأ سندريلا خطتها، واول حاجة بتعملها انها بتؤمر الحراس يفتحوا ابواب القصر، ولحظتها بتخرج للسوق وبتتحدث التقاليد الملكية، وبتوزع دعوات الحفلة الملكية على اصحابها اللي في السوق. وقتها بصيرة تروح بسرعة وبتواجه سندريلا وبتقول لها انت متأكدة من اللي انت بتعمليه؟ الملك مش هيوافق على ده، وان المفروض الحفلة دي تكون بس للنبلاء والامراء. سندريلا بترد عليها وبتقول لها انها هتعزم النبلاء والامراء هما كمان. بتسيبها وبتروح تعزم باقي اصحابها، وبترجع سندريلا للقصر تاني. وتاني يوم بتغير كل نظام القصر، وبتفتح الستاير وبتغير في تحضيرات الاكل، وتعمل تورتة شوكولاتة بدل البرقوق المطبوخ. وبعدها بتبدأ ترقص الوصفات وبتعلمهم رقصة جديدة. ولحظتها بتيجي بصيرة وبتقول لها اتمنى تكوني عارفة انت بتعملي ايه، لان الملك اكيد مش هيعجبه اللي بيحصل. وبالليل سندريلا بتلبس فستانها اللي بتحبه وبتعمل تصريحة بسيطة، وبتنزل الحفلة اللي فيها اصحابها اللي عزمتهم وكمان اصحاب الملك. ولحظتها الكل بيكون بيرقص مع بعض وهم فرحانين. وفجأة الملك بيوصل، وسندريلا وقتها بيكون باين عليها الخوف جدا من رد فعل الملك. ولحظتها الملك بينصدم من اللي بيشوفه، والوصيفة بالغلط بتخبطه وبتوقع عليه تورتة الشوكولاتة. ساعتها الملك بيتعصب جدا من اللي بيحصل، خصوصا لما بيشوف الستاير المفتوحة. لكن شكل القمر بيلفت انتباهه وبيقول ان المنظر حلو قوي، وبيتعصب تاني لما بيشوف عامة الشعب في القصر. لكن الوصيفة بتقوله ان سندريلا هي اللي عملت كده. ساعتها بتروح سندريلا علشان تشرح له وتهديه، فبيقول لها ايه اللي عملتيه في القصر ده. وقتها بينزل صوص الشوكولاتة على وش الملك، بيدوقها وبتعجبه طعمها جدا. والغريب بيفرح بالتغيير اللي عملته سندريلا عكس المتوقع تماما. ولحظتها بيطلب من كل الموجودين انهم يرقصوا. وقتها بيوصل الامير وبيستغرب من التغيير اللي عملته سندريلا، كل بيرقص تاني وهم مستمتعين بالحفلة. والملك بيخلي بصيرة ترقص مع الوزير. ساعتها بصيرة بتشكر سندريلا على التغيير وبتقول لها انها هتخدمها طول حياتها باخلاص. وبعدها بيوقفهم الملك وبيلبس سندريلا تاج الاميرة، وبيقول لها ان الامير عارف يختار شريكة حياته. ومن الناحية التانية بنشوف نفيسة ودرية هما بيتخانقوا على شريطة الشعر، وطبعا زي العادة بيضربوا بعض. لكن وقتها بتظهر مامتهم اللي بتسكتهم هما الاتنين، وبتقول لهم ان حفلة سندريلا بكرة بالليل واغنياء هيكونوا موجودين. ولحظتها بتقول لهم ان دي فرصة كويسة علشان يختاروا عرسان ليهم، وبتأكد عليهم ان الشكل واللبس هو الطريق الوحيد للحصول على زوج مناسب. وعلشان كده قررت انها هتاخدهم السوق عشان تشتري ليهم فساتين وجزم وكمان مجوهرات. وفعلا بيخرجوا السوق، واثناء ما هم ماشيين البياع بيعرض على نفيسة طوق ورد تلبسه اللي حاببها في الحفلة. لسه نفيسة بتمد ايديها علشان تاخده، لكن مامتها بتناديها فبتجري بسرعة وبتروح وراها. وبنرجع تاني سندريلا اللي هي كمان بتخرج من القصر، لكنها متنكرة علشان محدش يعرفها. وقتها بتقابل اصحابها الفيران وعصافير، وبتقول لهم انها رايحة تجمع الورود عشان تعمل طوق ورد للامير وتفاجئه، وبيمشوا كلهم سوا. ومن الناحية التانية بنشوف نفيسة اللي بيعجبها ريحة العيش الطازة، والريحة بتكون حلوة جدا. ولحظتها بتمشي ورا الريحة، ولما بتدخل المخبز قابل الخباز اللي ساعتها بيعجب بيها جدا، وبتعجب بيه هي كمان. وبنعرف ان كل ده شافته سندريلا هي واصحابها، وبيستغربوا جدا ان نفيسة ممكن تقع في حب حد. وقتها نفيسة بتقول للخباز ان ريحة العيش بتاعته حلوة جدا، فبيعزم عليها برغيف ولسه هتاكله. بتيجي مامتها وبتمنعها وبتقول لها ان كل حاجة في المحل بلدي قوي، وبتأمرها ما تكلمش الخباز ده تاني، وبتاخدها وبتمشي. وساعتها بتقرر سندريلا انها تساعد نفيسة علشان تقابل الخباز، وبتتفق مع اصحابها على خطة تجمعهم ببعض تاني. والعصافير بيخطفوا
بورنيطة نفيسة وبيخلوها تجري وراهم. وفي نفس الوقت سندريلا بتطلب من الفيران انهم يلفتوا انتباه الخباز، وفعلا الخباز بيشوفهم وبيطلع يجري وراهم. لحظتها بيقابل نفيسة، لكن للأسف الحصان بيخاف من الفيران وبيخبط نفيسة وبيوقعها في العجين. لكن نفيسة بتعيط علشان شافها بالمنظر ده، وبتطلع نفيسة تجري، لكن كل اللي في السوق بيضحكوا عليها فبتروح وراها. ووقتها سندريلا بتقول لنفيسة انها شافت اللي حصل في المخبز، لكن نفيسة بتستغرب من وجود سندريلا هناك وكمان من لبسها. فبتحاول سندريلا تهدي نفيسة وبتقول لها ان اللي حصل ما كانش مقصود. فبترد عليها نفيسة وبتقول لها لا يمكن يحبني، انا لخمة ووحشة ومش جميلة زيك. فبتعرض عليها سندريلا انها تاخدها معاها القصر علشان تغير هدومها، وفعلا نفيسة بتوافق وبتروح مع سندريلا على القصر. وفي نفس الوقت بنشوف مشاكس اللي بيطلع يجري ورا جوزه جاد ولسه هيهجم عليهم، لكن فجأة بيشوف القطة اللي سندريلا بتربيها اللي بيكون اسمها بومبا وبيعجب بيها جدا. والغريب ان بومبا ما بتدلوش اي اهتمام وبتسيبه وبتكمل طريقها بكل برود. فبيلاحظ جاد اعجاب مشاكس ببومبا وبيستغل الفرصة وبيتفق معاه انه هيساعده علشان بومبا تحبه، بس بشرط انه يوعده ما يجريش ورا الفيران. وفعلا مشاكس بيوافق على طول، فبياخدوه وبيحموه وبيغيروا شكله تماما علشان يعجب بومبا. ومن الناحية التانية بنشوف سندريلا كمان بتظبط شكل نفيسة علشان تعجب الخباز، وبتقول لها المهم مش الشكل، المهم ان تكوني شخصيتك هي اللي جذابة. وقتها بتديها فستان من عندها وبتطلب منها انها تكون بسيطة وطبيعية. فبتفرح نفيسة بشكلها جدا، فبتفكرها سندريلا ان اقصر طريق لقلبه ان تكوني ظريفة معاه وكمان لازم تبتسمي ليه. فبتحاول نفيسة تبتسم لكن ما بتعرفش. وقتها بتحاول سندريلا انها تساعدها وبتنجح نفيسة انها تبتسم اخيرا، وبتعرفها انها تكون معاها وهي بتقابل الخباز علشان تساعدها. وبتتفق معاها انها تقابلها بكرة الساعة 12 في السوق. وتاني يوم الصبح بنشوف نفيسة وهي بتتخيل نفسها بترقص مع الخباز، واول ما مامتها بتدخل عليها بتلحق نفسها وبتقعد بسرعة. وساعتها الساعة بتقرب من 12 فبتقوم ترمي العيش وبتقول لمامتها انها رايحة السوق تجيب العيش. ولما بتوصل السوق بتروح تشتري طوق ورد الخباز علشان تهديه ليه. وبعدها بتلاقي سندريلا زي ما وعدتها فبتقول لها هتستناها عند ناصية السوق. وبنروح للخباز اللي في الوقت ده بيشتري طوق ورد يهديه نفيسة، وبيقابل اخته وبيسألها اذا كان هيعجب نفيسة ولا لا. ولسوء الحظ بتيجي نفيسة وبتشوفه معاها وبتفتكر انها حبيبته، فبتنصدم وبتطلع تجري وهي بتعيط. بيشوفها الخباز وبيحاول يجري وراها علشان يلحقها لكن مش بيعرف يوصل لها. فبتشوفها سندريلا وتسألها ايه اللي حصل، لكن ما بتبقاش قادرة تحكي وبتسيبها وبتروح تعيط عند النافورة. وبنرجع تاني للقصر وبنشوف مشاكس وهو بيستعد علشان يقابل بومبا. فعلا بيديها البوكيه وبتنجح خطتهم وبتعجب بيه بومبا وبتحضنه، لكن بعدها بتشوف الفيران وبتطلب منه يصطادهم علشانها. ولحظتها بينسى الاتفاق وبيوافق وبيستعد مشاكس وبومبا للهجوم على الفيران، لكن بومبا بتقدر تمسك جوز فجاد بينقذه وبيصب عليها ميه. ساعتها بومبا بتزعل ترمي البوكيه في وش مشاكس. الفيران بيضربوه هما كمان بعصاية المقشة علشان خان الاتفاق. وفي السوق الخباز بيكون بيدور على نفيسة في كل مكان، ومن كتر المشي بيتعب وبيقعد يستريح عند النافورة. وساعتها بتظهر معزة وبتاكل طوق الورد اللي في ايديه وما بيعرفش ياخد منها غير وردة واحدة من الطوق. ولحظتها بيسمع صوت عياط وبيكتشف انها نفيسة، ولما بتحاول تمشي بيمسك ايديها وبيهديها الوردة وبيعرف انه بيحبها. وفجأة بتيجي مامتها وبتزعق لها لانها ما سمعتش كلامها وكلمت الخباز تاني. ساعتها بتاخد الوردة من شعرها وبترميها على الارض، ولما بتحاول تاخدها وتمشي نفيسة بترفض تمشي مع مامتها وبتعرفها انها هتروح مع الخباز الحفلة اللي عملتها سندريلا لانه انسان جميل وحنين. ساعتها مامتها بتصدم من كلامها وبتستسلم وبتسيبها وبتمشي. سندريلا بتفرح ان نفيسة قدرت تحافظ على حبها. وبالليل في الحفلة بتحضر نفيسة مع الخباز، يبداوا يرقصوا مع بعض وهم طايرين من السعادة. وبعدها نفيسة بتشكر سندريلا انها ساعدتها تعيش احلى قصة حب. وساعتها الكل بيرقص مع الشخص بيحبه والحفلة بتخلص. وتاني يوم الصبح بنشوف جاد بينزل وبياخد جوز معاه علشان يجيبوا وردة يهدوها لسندريلا، وده لانهم بقالهم فترة ما بيعملوش ليها اي حاجة خالص. فبيفهم جوز جاد ان في خدامين كتير بيساعدوا سندريلا، لكن جاد بيرد عليه وبيقوله انه عايز هو اللي يساعدها زي زمان. واثناء ما هما بيتكلموا بومبا
بتشوفهم من الشباك وبتقرر تهجم عليهم علشان تاكلهم، لكن هما بيقدروا يهربوا منها في آخر لحظة. بعدها بيروحوا لسندريلا علشان يدوها الورد اللي جابوه ليها، ولما بيوصلوا بيشوف وزير بيسلم قائمة الاستعدادات لحفلة الربيع اللي هتكون بكرة. وقتها جاد بيروح فيها الورد اللي جابه ليها، وسندريلا بتفرح بيه جدا ولسه هتشكره، لكن فجأة الوزير بيرجع وبيقاطعهم، عرفها ان لجنة الاحتفال مجتمعة ومنتظرين تعليماتها، فبتستأذن من صحابها وبتروح الاجتماع. بعدها جاد بيكتشف ان سندريلا نسيت قائمة تحضيرات الحفلة، فبيقرر انه يروح يساعدها ويديها الورقة، وفعلا بياخد الورقة وبيتوجه للاجتماع، لكن لسوء حظه واحدة من اعضاء المجلس بيقع منها المنديل على الارض، ولحظتها بتشوف جاد وبتتخض جدا وبتطلع تجري بسرعة من الخوف. وقتها جاد بيحزن جدا وبيقعد لوحده، لكن سندريلا بتروح له علشان تواسيه، بتقوله انه فعلا محتاجة مساعدته، وبتطلب منه انه يقابلها في الاسطبل بعد 10 دقايق. وجاد بيفرح جدا بالكلام اللي قالته سندريلا، وفعلا بيروح على الاسطبل علشان يستناها زي ما اتفقوا، لكنه بيبدأ يخاف انها ما تشوفهوش، فبيقرر يطلع فوق العربية علشان تبقى شايفاه بسهولة. وبتيجي سندريلا وتنادي عليه، لكن مع صوت الخيول العالي مش بتقدر تسمعه. قرر تركب حصانها وتمشي، لكن جاد بيحاول يلحقها وبينط بسرعة على ظهر الحصان ويمسك في ديله، لكن الحصان بيحس بجد وبيبعده عنه، وفي اللحظة دي بيرميه بعيد. وجاد بيكون مش عارف يعمل ايه، اتعصب لانه مش قادر يساعدها زي ما كان بيعمل زمان، وبيبدأ يحس ان كل حاجة اكبر منه، وبيقول انا مش عايز اكون فار تاني ومش عايز ابقى صغير. اللحظة دي بومب رابه من بعيد وبتعد علشان تهجم عليه، لكن فجأة بتظهر العرافة طيبة قدامه وبتقول لجاد انها سمعت امنيته، فبيرد عليها جاد بحزن وبيقول الكبار هم بس اللي بيساعدوا سندريلا، انا عايزة ابقى انسان. والعرافة بتحوله لانسان. في اللحظة دي بومبا بتشوفه وبتتخيل مجموعة كبيرة من الفئران وتفكر انها تهجم عليه علشان تاكله، لكن جاد بيمشي في الجنينة بيكون سعيد جدا وفرحان ان بقى انسان اخير يقدر يعمل اللي كان بيحلم بيه. وفي نفس الوقت بومبا مش بتسيبه وبتفضل ماشية وراه في كل حتة وبتحاول تنط عليه علشان تاكله، لكن في كل مرة بتفشل انها توصل. وبيوصل لسندريلا اللي لقاها مشغولة بتنظيم الحفل مع العمال، فبيقرر يروح يعرف انه بقى خلاص انسان، لكن للاسف بيقع عليه الجردل الالوان. ساعتها سندريلا بتلاحظ اللي حصل وبتروح تساعده، وبيعرفها جاد انه هو اللي جاي علشان يساعدها، فبتفتكره العامل اللي المهندس بعده يساعدهم في ترتيبات الحفلة، وبيعرفها ان اسمه انزو، وبتطلب منه يجي معاهم على القصر علشان يكملوا تحضيرات الحفلة، وبتعرض عليه انه يركب الحصان معاهم. وجاد بيكون مضطر يركب الحصان لأول مرة في حياته، لكن للأسف بيدخل بالحصان في الشجرة والورد اللي كان على الشجرة بيقع عليه، وساعتها بيهديه لسندريلا اللي بيعجبها الورد جدا. وأول ما بيوصل القصر بتطلب سندريلا من جاد انه يحط الورد في أي فازة، وهو بيدور على الفازة فجأة بتظهر بومبا، ولسه بومبا هتهجم عليه بتدخل سندريلا في اللحظة المناسبة وبتطلب من جاد انه يقعد مع المازية لحد ما تخلص شغلها. وبيروح جاد يقعد مع المازية، ساعتها بيلاقيها عمالة تجري ورا اصحابه الفيران. اول ما شافته على انه بطل تبدأ تعجب بيه جدا. لما بتيجي سندريلا وبتشوف نظرات الاعجاب ما بينهم بتقول لهم انها هتخليهم اول 2 يفتحوا الراس في الحفلة. وساعتها جاد بيسمع اصحابه وهما بيدوروا عليه، ولما بيجي يطمنهم انه موجود بيخافوا منه. ده بيجي الوزير ويعرفوا ان الاحتفال خلاص هيبدأ، وبياخد جاد وبيروحوا الحفلة سوا. وهناك بنشوف سندريلا هي والامير بيقصوا الشريط علشان الحفلة هتبتدي، والملك بيكون متحمس لما بيشوف الفيل، وبياخد الوزير وبيروح يركب عليه لانه بيحب الافيال جدا. وقتها بتروح المازية وبتاخد جاد علشان يفتتحوا الرأس، وفجأة القطة بومبا بتهجم على جاد فبيحاول يبعدها عنه، وبيجري بسرعة ولسوء الحظ بيركب المرجحة بالغلط، لكن بيتفاجئ لما بيلاقيها ركبت معاه فبيخاف منها وبيقع على الفيل اللي راكب فيه الملك، فبيخاف الفيل وبيوقع الوزير وبيطلع يجري بالملك، والحفلة كلها بتتقلب، كل الموجودين بيجروا في كل مكان. فبيزعل جاد لانه كل ده حصل بسببه، وبيتمنى لو العرافة تكون موجودة. تظهر له العرافة وبتقوله ان دي فرصته علشان يساعد سندريلا زي ما كان عايز، فبيقول لها انا اقدر اعمل ايه، فبتعرفه ان الوحيد اللي يقدر يوقف الفيل هو الفار ومحدش يقدر يوقفه غيره. فبيطلب منها انها تحوله لفار تاني، وبيقف قدام الفيل اللي بيكون جاي ناحيته. لحظتها العرافة بتنسى الكلمة السحرية وبيكون
وبيكون خلاص الفيل هيدوس على جاد، فبتفتكر كلمة وبتحوله لفار تاني. واخيرا الفيل بيقف لما بيشوف جاد، وبسبب كده بيطير الملك من عليه وبيقعد على كرسي المرجحة، وبيكون فرحان انه قدر يتخلص من الفيل. وقتها جاد بيفرح لانه قدر يساعد سندريلا، وبيروحوا له اصحابه بيهنوه على شجاعته. وبتيجي سندريلا وبتقوله انه قدر ينقذ الموقف وانها دايما بتعتمد عليه، فبينبسط جاد جدا من كلام سندريلا. وتاني يوم بنعرف جيران بيجمعوا قصة سندريلا وبيرسموها في كتاب. العرافة بتساعدهم علشان حكاية سندريلا ما تنتهيش وبيخلصوه، فبتسألهم العرافة اذا كانوا مستعدين يوروه لسندريلا، فبيقولوا لها ان هم مستعدين. ووقتها بيقرروا انهم يودوه لسندريلا وبيجروا بسرعة علشان يوصلوا لها الكتاب. خلاص هيخبط في سندريلا، لكن بتساعدهم العرافة وتوصل الكتاب لسندريلا قبل ما يخبط فيها. بيعرفوها انهم جمعوا قصصهم كلهم في الكتاب ده، فبتفرح سندريلا وبتبدأ تقراه والفئران حواليها. وبكده تكون عرفت حكاية سندريلا يا عزيزي، وعرفت تحديات اللي ما استسلمتش ليها وقدرت تحلها. وبكده نكون وصلنا لاخر الملخص. ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب لقناة دودي بلخص افلام، وتوصل الفيديو لاكبر عدد من اللايكات، وتكتب لينا في كومنت بتتفرج على الفيديو من اي بلد. اشوفكم في الفيديو جديد.